ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة عن الناس اللي بتستغلك، عن الناس اللي مش عارفة قيمتك، عن الناس اللي انت يعني في حياتهم كده انت مش فارق معاهم اصلا. فانت قاعد مع الناس دي بتعمل ايه؟ يعني انت قاعد لغاية دلوقتي بتعمل ايه مع الناس دي؟ الناس دي لازم تتساب، ما ينفعش ان انت تكمل معاها. اي حد مش عارف قيمتك او عنده ان هو ممكن يفرط فيك بسهولة او ابعد زي ما تبعد عادي، انت مش فارق معايا، دي ابعد عنها. انت معاها ليه؟ بتكمل معاها ليه؟ انت مستفيد ايه لما تكمل معاها؟ دي ناس مش بتاعت حب ولا ارتباط ولا اي حاجة، ولا هتاخد منها حاجة. انت هتاخد منها بس حرقة الدم، وهتاخد منها وجع وزعل وان انت تبقى مخنوق طول الوقت، وان انت متضايق منه، ده مش عارف قيمتي، ده بيعمل معايا، ده بيسوي، ده خنقني، ده تصرفاته وحشة، ده تصرفاته مش عارف ايه. طيب انت شايف كل ده، ابعد عنه، ابعد عنه وريح دماغك بجد. يعني في ناس اعرفها يعني هقول ايه، يعني شخصيات ما تتعرفش اصلا وهم مكملين برضو. انتوا مكملين بناء على ايه؟ يعني ده هتاخدوا منه ايه لما هو بيعمل التصرفات دي معاكم؟ انتوا هتاخدوا منه ايه؟ هتستفيدوا منه ايه اساسا لما هو باين لكم؟ يا جماعة لما حد يكون باين من الاول، ربنا هو اللي بيبينه، مش اي حد، ولا هو اللي بيظهر نفسه، ده ربنا هو اللي بيبينه ليكوا. فانتوا ما تفضلوش مكملين على غلط. يعني لما تكون حاجه باينه لكم ان هي غلط، خلاص سيبوها وامشوا، ما تفضلوش مكملين. مش موضوع ان انا احب وخلاص، او موضوع ان انا ارتبط وخلاص. ما اختار الناس اللي انا برتبط بيها يا جماعه. انتوا ليه بتحسسوني ان ده اخر قطعه في الكون ومش هنلاقي زيه؟ لا، هنلاقي زيه احسن منه. بلاش نلاقي زيه، يعني هنلاقي احسن منه بكتير طبعا. في واحده صاحبتي، يعني الشخص اللي هي بتحبه بيقول لها الشتاء جاي. ايوه طيب ماشي، طب ايه؟ عايزها ان هي تجيب له اللبس، عايزها تجيب له هديه، عايزها تجيب له، عايزها تجيب له. هو في المقابل ما بيجيبلهاش اي حاجه، ما بيعملهاش اي حاجه، ما بيجيبلهاش اي هديه خالص. اي مناسبه مش بيجيب لها هديه، هي بقى بمناسبه او من غير مناسبه تجيب له. فالناس دي يا جماعه يعني انت معاه بتعملي ايه؟ انت معاه بتعملي ايه في شخصيه زي ده؟ يعني بيقولك الشتا داخل وفي لبس عاجبني وبتاع، يعني ايه؟ هو بقى متعود منها ان هي بتجيب له، فخليكي حسيسه كده وهاتيلي لبس الشتا اللي عاجبني، يعني عشان الشتا جاي. ايه ده؟ ايه ده المفروض راجل. الراجل ده المفروض، يعني انت حتى لو عرضتي عليه يقولك لا شكرا، انا عندي هدوم، انت ايه اللي انت عاملاه ده؟ انت ازاي تجيبي لي؟ لا ما ينفعش كده. لازم الراجل بيبقى عنده حتة كده كبرياء وكرامة ونزعة كده رجولية. يعني امال ازاي راجل؟ يعني الراجل ازاي وبصرف عليك؟ فالناس دي بتبقى استغلالية اعتمادية. حتى في الجواز برضو يفضل معتمد عليكي. لو انت بقى بتشتغلي معتمد ان انت هتديله فلوس، معتمد ان انت، يعني اعرف حد برضو متجوز جوزها بيقعد بالاولاد بفلوس. يعني دي حاجة يعني اول مرة تسمعوها. كأنه حضانة، كأنها بتسيب الاولاد في حضانة، فبيقول لها الفلوس اللي انت هتدفعيها في حضانة انا خدها واقعد بالاولاد. فالناس دي يا جماعة، الناس دي لازم تشطبوها من حياتكم. طبعا لو الناس متجوزة طبعا مش هينفع نشطبها من حياتنا. يعني هو يعني هي بتبقى لبست يا عيني، ف معلش يعني هي تحاول بقى تمشي امورها وخلاص، لان هي لبست ومعاها اولاد ومعاها خلاص، يعني فاتحه بيت بقى دلوقتي ومعاها اولاد وكده، فمش هينفع ان هي تسيبه. لكن الناس اللي هي في بدايه العلاقه، في بدايه التعارف، في خطوبه، الكلام ده انتي دلوقتي عندك فرصه ان انتي تمشي. انت عندك فرصة ان انت تمشي. حتى برضو للشباب، لما تكون بنت بتستغلك واخدك كده ان هو ايه، بيصرف عليا، بيجيب لي هدايا، بيجيب لي تعالى هات لي الطقم ده، انا عاجبني الطقم ده هاتهولي.
دي برضو استغلالية، يعني ما ينفعش ان انت تكمل معاها. اما هي بتعمل كده من البداية، امال في الجوازة تعمل فيك ايه؟ ده وانت نايم هتاخد فلوسك من جيبك وانت نايم والمحفظة. ما ينفعش ان احنا نكمل مع الناس دي يا جماعة. الاستغلالية، الناس برضو اللي مش عارفة قيمتك ابعد عنها. هي بعد كده هتعرف قيمتك وهتيجي تدور عليك مش هتلاقيك. او مثلا انت بقى بمزاجك بقى عايز ترجع لها تاني بس بشروط بقى وتحط شروط، ماشي. مش عايز ترجع لها تاني يبقى كده خلاص عادي، مفيش مشكلة، هتلاقي اللي احسن منه. الناس اللي مش عارفة قيمتك دي بجد 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 بتندم عليك لما تسيبها ندم، وبتلف حواليك كده. يعني ما تقلقش وتقول ده لو مشي مش هلاقي زيه، ولو مشي انا حياتي هتتدمر. لا بالعكس، انت حياتك هتبتدي وهيجيلك احسن منه. اللي مش عارف قيمتك ده ابعد عنه دلوقتي. اللي بيطلع فيك عيوب كل شوية يقولك انت تخين، انت شعرك واقف، انت حواجبك واقعة، انت عينيك مش عارف ايه. اللي بيحب حد بياخده زي ما هو كده، بعيوبه، بمشاكله، بكلامه، بلبسه، بشعره، بحواجبه، بكل حاجة فيه. هو بيشوفه، مش بيشوفه بعينه، هو بيشوفه بقلبه. فاللي بيحب حد ده بياخده زي ما هو، تخين، رفيع، اعرج، اعمى، ما بيسمعش، هو بياخده زي ما هو كده، بيحبه كده. فاللي بيحبك ده هياخدك زي ما انت. اللي بيطلع فيك عيوب ده انسى، ده ما بيحبكش. هو معاك بقى ليه؟ يعني في ناس بقى تقولك ايه، طب هو ما بيحبنيش، هو معايا ليه؟ علشان حابب حاجة فيك، في حاجة فيك عجباه، فهو مش عايز يسيبها. خايف ان هو يروح لحد تاني يندم ان هو سابك على الحتة دي. طب ما كان فيه هو الحتة دي بقى وانا مفتقدها في ده. هو فيك حتة عجباه، سواء بقى بتجيب له هدايا وبتصرف عليه، سواء كلامك حلو معاه، مثلا لسانك حلو معاه، سواء بتطبطب عليه في وقت محنة ليه، سواء اي حاجة، بس حاجة. لكن هو مش بيحبك، مش بيحبك. اللي بيطلع فيك عيوب ده مش بيحبك خالص خالص، ولا انت تعني له شيء. لان اللي بيحب حد ده بيشوفوا ملك قدامه، بيشوفوا ملاك بجناحات. فيا جماعة نصيحة مني، ابعدوا عن الناس اللي بتستغلكوا، اللي مش عارفة قيمتكوا، اللي بتطلع فيكوا عيوب عمال على بطال. الناس دي يا جماعة وحشين جدا وما ينفعش يتعاشروا ولا ينفع تكملوا معاهم. انا بتكلم عن الناس اللي هي قبل الجواز. لكن الناس اللي اتجوزت بقى يا عيني عليهم، يعني لبسوا في الحيطة. ممكن يكونوا ما كانوش باينين من البداية فدول يعني ليهم حالة خاصة. الناس المتجوزة ليها حالة خاصة. لكن انا بتكلم عن الناس اللي هي قبل الجواز. لو قبل الجواز وظهر لك كل الحاجات دي يا ريت تبعد، علشان الناس دي مش كويسة يعني، وهتتعبك كمان لما ترتبط بيها. بس كده، ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. ولو شايفين ان هو ممكن يفيد حد اعملوا له شير، واعملوا لي اشتراك او متابعه حسب ما بتشوفوني على اليوتيوب او الفيسبوك. وقولوا لي برضو رايكم في التعليقات ايه على الكلام اللي انا قلته، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.